ازيكم؟ احنا النهارده في الحي ال17. الحي ال17 4 مجاورات، عشان الناس طلبوا تاني مننا. الحي ال17 4 مجاورات. مجاورة 3 و4 800 ل1000 متر. مجاورة 1 و2 500 وشوية، بيبقى فيهم قطع زيادة شوية. طيب زي ما انتم شايفين كده على الطريق الرئيسي بتاع ابو حماد اهوت. اللي واخد الطريق الرئيسي بتاع ابو حماد هي مجاورتين. اللي واخد اكتر الرئيسي بتاع ابو حماد مجاورتين. مجاورة 3 واخدة على الرئيسي بتاع ابو حماد، واخدة شوية على الحديقة المركزية اللي هي 800 متر. ومجاورة 2 واخدة على طريق ابو حماد الرئيسي، وواخدة على الفاصل ما بين ال25 لما تدخل جوه كده. هي اللي فاصل ما بين ال25 وال17. ماشي. بس مجاورة 2 500 متر. انا هنا هوت في الفاصل ما بين ال25 اهي وال17 اهي. دي اللي هي مجاورة 2. هدخل جوه كده شوية اوريكم مجاورة برضو 1، بس 1 مجاورة. ركزوا بقى، مجاورة 1 طلع على مجاورة 1 طلع على ال18، الحي 18. انا كنت بصوركم الفيديو بصوت وانا موجودة في المكان، بس الهوا كان شديد جدا، مش سامعين حاجة غير الهوا، بس غير خربطة الهوا. ده الفاصل ما بين ال15 سوري ال25 وال17. القطعة دي للبيع، القطعة دي 800 متر. القطعة دي في مجاورة 3، فيها بيت اسانسير وفيها اساس زي ما انتم شايفينها كده. اهي شايفين ما شاء الله قصتها حلوة قوي، وبيت الاسانسير بتاعها اهوت. والقطعة بينها وبين طريق ابو حماد ما يكملش حاجة بسيطة خالص. انا انتوا خدتوا بالكم كده، انا هجيبها لكم اهي. شايفين ده طريق ابو حماد اللي هناك ده؟ لو خدتوا بالكم في عربية هتبقى ماشية على الطريق هناك كده، هو ده طريق ابو حماد. دي مجاورة 3 800. عايزة اقول كمان حاجة. الاسعار في ال17 عشان خلصت الاقساط، فالاسعار رفعت. لكن في ناس، عايزه اقول لكم حاجه مهمه قوي، ركزوا في الكلام اللي هقوله ده. بس الاول ما اشتركش في قناتنا يشترك فيها ويفعل الجرس ويعمل شير للفيديو عشان الكل يستفاد. الناس اللي تدخل تكتب كومنت في اول دقيقه وتطلع من الفيديو عشان عايزه تسال سؤال، او تكتب كومنت وتطلع، مش هرد عليهم علشان بتوقعوا لي مده الفيديو بتاعتي، او مده المشاهده بتاعت الفيديو، بتوقعوا لي في الفيديو اللي انا صورته وتعبت فيه. فمش هرد على كومنتات في اول دقيقه، بيبان عندي في بين الكومنت والكومنت ثواني ويروح طالع وسايب الفيديو، مبهدلين لي اخر كام فيديو. بعد الحمد لله ما كنا يعني ناس كتير كانت بدأت تتفرج على الفيديو وتستفاد وتسمع حبة حلوين من الفيديو، فالفيديو كان ما بيقعش مننا. دلوقتي اخر كام فيديو واقعين خالص، فلا يحط كومنت انا مش هرد عليه، لا يدخل يحط كومنت ويطلع من الفيديو على طول مش هرد. طيب عايزه اقول حاجه كويسه قوي، عايزه حاجه حلوه قوي برضو، اسمعوها كده وركزوا معايا. الناس اللي هم اراضي ومسافرين مثلا بره وبيبيعوها، ده حصل معايا. المفروض ما اقولش الكلام ده كتير، بس حابه اتكلم واقول. الناس اللي هم حد مسافر بره، اعملوا حسابكم ان اللي بيبقى اللي بتعملوا له توكيل عشان يبيع لنا، او اللي بتعملوا له توكيل عشان يبيع لاي حد، او يبيع لواحد جاي يشتري منك، بيبقى طبعا هو كمان بيبدأ يطلب هو كمان مبلغ. فده بيوقف حال القطعة، والقطعة تقعد تزيد من مكتب لمكتب، وتستنى يجيلك زبون، ما بيجيش لك زبون. والناس اللي بيجيبوا ارقام القطع دي وبيقعدوا يتصلوا على اصحابها ويقعدوا يقولوا لهم ده القطعه بتجيب مبالغ، ولو القطعه بتجيب 2 يقولوا لهم 2.5، وانا هجيب لك انا زبون وما تبيعش الا عن طريقي، وانا هجيب لك انا على سعر. في الاخر ما بيجيبوش لا اعلى سعر ولا ادنى سعر. نصيحه مني ليكم، اللي يبيع يبيع بما يرضي الله. اللي بيبيع زي الناس ارضه بتتباع والحمد لله والدنيا بتبقى ماشيه تمام. اللي بيستنى بقى حد يربط دماغك ويقول لك هبيع لك انا باعلى سعر، وتطلب اعلى سعر بين هنا وهنا وهنا. القطعه بتبقى اتعرفت خلاص في كل المكاتب، والكل ما بيروحش لمتها. فتبص تلاقي القطعه قاعد يعني زي البيت الوقف كده، كل ما تقول لي مكتب عايز قطعه في ال17 يقول لك القطعه كذا، تبص تلاقي لفه المكاتب كلها واقفه، لا بيع ولا شراء. فعايزه اقول حاجه مهمه قوي، ان البلد دي اللي اسمها العاشر من رمضان، في قطعه ارض بيع، في بيع ارض، في شراء ارض، في شراء بيت، في بيع ارض. ما فيش حاجه اسمها اخويا وابن عمي وحبيبي وهبيع له من غير ما اخد عموله، لا. ده احنا عاد بنطلب مننا وش كده، يقول لك انا هاخد انا كمان مبلغ قد كده. ما انا التوكيل معمول ان انا ابيع لك واخلي بالي من حاجه واعمل لك واعمل لك واسوي لك، فيبقى طالبين مبالغ. الكلام ده حصل بجد هنا في المجاوره دي. دلوقتي كل واحد بيسمع الفيديو واللي عارف واللي حصل معاهم الحاجات ده ياكدوا. يعني حاجة عادة مهازل، يجي يقول لك هبيع وماشي هعمل لك ماشي توكيل، او يجي قريبه عشان يخلص، او يجي حبيبه عشان يخلص يقول لك انا عايز انا كمان مبلغ. فالارض بتقف، لا بتتباع وتلف المكاتب كلها. طب الارض ما تتباعش ليه؟ ده المكاتب كلها قاعد معاها قطعة الارض فما تتباعش.
بتبقى لفة المكاتب وعلى الفاضي وخلاص. نصيحة من الناس بقى اللي بتبيع او بتشتري. بص انا هنا دي المجاورة واحد اللي طلع على ثواني كده معايا عشان انا كاتبه لكم الحاجه دي. مجاوره واحد ديت على الفاصل ما بين ال 25 وطلع على 18 وال 24. مجاوره واحد اللي انا فيها دي مجاوره واحد اهي 500 متر في ظهر كده اللي حي 18. في لما التانية شويه كده هتلاقوا الحي 25. يبقى دي مجاوره واحد اللي انا فيها، دي مجاوره واحد نسبه المباني عدد فيها حلوه قوي برضو. يا رب اكون بقدر اوصل لكم اللي انا عايزه اقوله لكم في خلال الفيديو ده. انا لا بعادي حد ولا بزعل حد مني، انا بقول حاجات بتحصل وشفتها وحاجات بتحصل في الاراضي. عايزه اقول العرض كتير، العرض كتير في العاشر، وتبصوا تلاقي الارض لفت المكاتب كلها ويجوا يخلصوا مش عارفين يخلصوها لان مش قاعدة عارفين من كتر الارض ما لفت على المكاتب. ما احناش عدنا عارفين في انهي مكان او صاحبها مين او مش عارفين نجيبها. انتوا فهمتوا قصدي؟ فاللي بيبيع بما يرضي الله الدنيا بتمشي وتبقى تمام خالص. فبس كنت حابه اوصل لكم المعلومه دي. يعني مفيش هنا بيع وشراء، مفيش هنا حبيبي قريبي، كله هنا بيطلب كده وش. انا لا بعدي حد ولا بزعل حد مني، بس حابه اقول الكلمتين دول. اللي استفاد معنا في الفيديو يعمل شير للفيديو ويحط لايك، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك فيها. ده الحي واحد، دي المجاوره واحد اهي زي ما قلت لكم اللي في الفاصل ما بين ال 18. يا جماعه العرض كتير والطلب في طلب على الاراضي، لكن بتيجي الناس والله العظيم انا عايزه اقول لكم الشهر ده اجا كميه ناس ما في واحد نفس في قطعه ارض ولا شقه ولا حاجه. اللي بيبقى جاي مفكر ان بالمليون جنيه يشتري بهم مثلا العاشر، او نقول له مثلا اسعار كذا يقول لك ماشي هشوف وهشوف وهظبط امور، لو الحاجه تستاهل اشتري، ويجي يشتري يلاقي فلوسه مش جايبه فبيمشي. الاسعار غاليه فما فيش بيع. الناس مفكره ان هم عمالين يرفعوا الاسعار والسماسره عمالين يضحكوا عليهم ويرفعوا السعر. ده الارض هتجيب اكتر من كده بكتير، ده الارض هتعمل، ويستنوا الارض تيجي لها سعرها ما بيجيش، وبيجوا الناس وما بينفذوش.